ويستمر المارد الأحمر في سحق منافسيه لثالث ماتش على التوالي بثلاثية نظيفة، وينفرد بالصدارة بعد تعادل مصر المقاصة منافسنا الأول اللي شكله منشن على المركز الثاني من بداية الدوري. خد بالك بقى يا وصيف. حسام البدري بدأ بتشكيلة 4-2-3-1 المعتادة. في حراسة المرمى محمد الشناوي، باك يمين محمد هاني، حجازي وسعد قلبين دفاع، علي معلول باك شمال. في نص الملعب حسام عاشور والجوكر أحمد فتحي، قدامهم عبد الله السعيد على يمين وميدو جابر، وعلى شمال وليد سليمان، وكلهم بيغيروا أماكنهم تحت راس حربة وحيد مروان محسن. أكيد خدتوا بالكوا من التغيير الملحوظ في تشكيل حسام البدري والأسماء الجديدة اللي بدأ بيها. فهل حسام البدري بدأ يدي فرص كاملة؟ مش عايز أكون محبط معاكم، بس هو ما عملش كده بمزاجه. معظم الأسماء اللي خدت فرصتها النهاردة كانت نتيجة لإصابات الأساسيين العضلية، زي محمد الشناوي بادئ عشان إكرامي عنده شد عضلي، وفتحي دخل نص الملعب لنفس السبب وهو إصابة عمرو السولية وغياب غالي برضه للإصابات، ومروان بدأ علشان أجي اشتكى من شد عضلي، وعمرو جمال برضه إصابته عضلية. يمكن الوحيد اللي أخد فرصته كاملة عن اقتناع كامل من كابتن حسام البدري هو ميدو جابر. كان واضح جدا تعليمات البدري بالضغط من الثانية الأولى من بداية الماتش على فريق الشرقية، اللي برضه كان واضح جدا على لاعبيه قلة الخبرة وتحفظهم المبالغ فيه من أول الماتش لآخره. حتى وهم خسرانين ما كانوش بيفكروا في الهجوم على الأهلي، وده سهل المهمة على لعيبة الأهلي طول الماتش. كان نتيجة الضغط المبكر من الأهلي على الشرقية إن الأهلي يجيب الجول الأول في الدقيقة 9 بدري جدا عن طريق ضغط ومجهود فردي بحت من الفايق قوي اليومين دول وليد سليمان. الحلو في جول وليد ده إن وليد أصلا ما كانش باصص على الشبكة، هو الحاسة التهديفية بقت عنده عالية جدا لدرجة إن الكرة طالعة من رجله عارفة عنوانها وهي رايحة فين بالظبط من غير حتى ما يكون باصص عليها. حاول الكرة المصرية واحد بس يا جماعة. من أهم مميزات أهلي حسام البدري هي لا مركزية صناع اللعب وتغيير أماكنهم مع بعض. يعني لما وليد بيستلم الكرة في نص الملعب بتلاقي عبد الله السعيد أخد مكانه على الطرف، ونفس الكلام مع ميدو جابر اللي انسجم بشكل ملحوظ مع الفرقة، بس في عليه ملحوظة هنقولها في الآخر. مروان محسن في الدقيقة 41 جات له عرضية من السعيد، فاستقبلها ووقفها وبعدين راح مرجعها، عمل ميس باص رجعت له وراح شاطها. طب ليه كل ده؟ ما هي من الأول بالهيد في الجول يا مروان، ده انت في مكان 10/10. العكس تماما بقى حصل مع ميدو جابر في الدقيقة 28. الكرة جايه لك مفاجأة وانت مش واثق منها 100%، ما تاخدهاش فيرست تايم، انت لوحدك تماما في ال18 يا ميدو، لو وقفتها جول 1000000% برضو. الشوط التاني ما اختلفش كتير عن الشوط الاول، الاهلي فضل مكمل ضغط وهجوم، والشرقية فضل متحفظ وصامد لغاية ما جبنا الجول التاني عن طريق احمد فتحي. الجول ده جملة مكونة من 3 لمسات بالظبط، ميدو جابر لعبد الله السعيد، وعبد الله من لمسة واحدة في طريق المندفع من الخلف للأمام، وفتحي فينش ولا أروع من لمسة واحدة في الجول. الجول ده من غير رغي كتير هيبقى جول من الأجوال اللي بنفتكر بيها أحمد فتحي في المستقبل، من الأجوال اللي هنحكي عنها لعيالنا. في كرة القدم الحديثة موضوع الديفندرين اللي في نص الملعب اللي شبه بعض ده بطل قوي، يعني قليل لما هتشوف فريق فيه 2 في نص الملعب مميزين بالدفاع وبس، لازم يكون فيه واحد على الأقل مايل منهم للدفاع والتاني عنده لزعة هجومية يديك ميزة هجومية، شوطة مثلا، مشاركة في الجمل مع صناع اللعب، هو بنفسه يصنع أهداف، عرضيات، وكل الحلول دي متوفرة في أحمد فتحي لما بيكون موجود في نص الملعب بيديها لنا. عاشور مثلا ديفندر دفاعي بحت ملوش في الهجوم، وغالي ممكن يشارك في جمل بسيطة هجومية بس ما عندوش جرأة انه يشوط ويجيب جوال، والسولية هو اقرب واحد مثلا لاحمد فتحي بس برضه لسه قدامه عبال ما ياخد خبرة ويتجرأ شوية على الجول. احمد فتحي في نص الملعب غير. كابتن حسام البدري غير وليد سليمان ونزل مكانه مؤمن زكريا، وده كان طبيعي لان وليد مجهوده قل شوية وكنا محتاجين جناح نشط شوية عشان نزود غلة الاهداف. وغير عبد الله السعيد اللي كان غير موفق تهديفيا، بس ده مش معناه انه ما كانش كويس في الماتش بدليل الاسيست العالمي بتاع جول احمد فتحي، ونزل مكانه كريم ندفد، وبصراحة انا ما كنتش مع التغيير ده. واخيرا سحب مروان محسن المجتهد بدون فاعلية ونزل مكانه عماد متعب اللي وحشنا كلنا نشوف لمسته في الملعب، وكالعادة كان موفق في انه يصنع جول لمؤمن زكريا
الخامس شخصيا والتالت للأهلي في الماتش. في العموم تغييرات حسام البدري كانت موفقة في الماتش ده. شوية ملاحظات على بعض اللاعبين. محمد الشناوي أخيرا شفناه في الملعب ولكنه لم يختبر، والكورتين اللي طلع عليهم كان باين عليه الثبات، يا رب نشوفه تاني. محمد هاني هفضل أقول عنك زي ما قلت الموسم اللي فات، انت مستقبل مصر كباك يمين، انت الباك يمين القادم. احمد فتحي اتكلمنا فيه بما فيه الكفاية، ولكن حابب ازود انك حاليا اهم لاعب في الفريق. عبد الله السعيد مستر اسيست، وحشتنا اسيستاتك يا كبير. وليد سليمان نجم ماتش النصر للتعدين، بيظلموك لما بيشاركوا لقبك الحاوي مع لاعب تاني والله يا وليد. مروان محسن بداية موفقة، وان شاء الله باذن الله تكون هداف الفريق في المستقبل القريب قوي. مؤمن زكريا الله ينور على الهدف الجميل يا ودمت حراق. عماد متعب انت كابتن الفريق ووجودك مهم جدا للجماهير قبل اللعيبة. لو لسه عندك كورة زي ما بان النهاردة حارب على مركزك، السن مجرد رقم، وانت في ايدك ترجع مهاجم الفريق الاول، لان كابتن حسام البدري بيعترف بالمجهود. اجتهد شوية علشان وحشتنا اهدافك والله يا متعب. واخيرا ميدو جابر. ميدو لاعب عالي قوي مهاريا فرديا وجماعيا، بس النهارده بان عليه التوتر والاستعجال والانانيه في بعض الاحيان، مش كلها. يا ميدو انا عارف انك عايز تثبت نفسك وعايز تستغل الفرصه دي احسن استغلال، بس مين بس قال انك عشان تثبت نفسك لازم تجيب اجوال؟ انت ممكن تثبت نفسك بقتالك في الملعب على الكوره وغيرتك على الفانيلا الحمراء، ممكن تثبت نفسك باسيست جميل ما ينساهوش الجمهور. في طرق ياما قوي يا ميدو لاثبات النفس غير الاهداف، فلو سمحت لما تلعب تاني ما تتسرعش في انك تجيب جول بشوطه من بعيد قوي او مهاره فرديه مش مفيده، وفكر في اللعب الجماعي. فكر في اللعب الجماعي اكتر، هتلاقي ربنا رزقك باهداف كتير. على العموم بدايتك النهارده كانت موفقه، وان شاء الله اللي جاي احسن، بس افتكر دايما ان الاهلي فوق الجميع. اخيرا مع احترامي للتعدين والشرقية، هم مش الخصوم اللي نقيس عليهم قوة الفريق. الخصم الحقيقي هو الماتش اللي جاي، ماتش المقصة، اللي بعتبره اهم ماتشات الدور الاول بالنسبة لنا، واللي باذن الله لما نكسبه هنأكد صدارتنا للدوري ونبعد اقرب خصم لينا عننا. اخيرا يبقى الاهلي هو الاهلي دائما، مركزين في ماتشاتنا وبنكسبها بسكور بالرغم من الظلم التحكيمي اللي بنشوفه، زي الهدف الصحيح 100% اللي اتلغى بداعي التسلل في ماتش التعدين، او البنالتي اللي ما اتحسبش لميدو جابر في نفس الماتش. والفريق اللي بيدعي ان هو المنافس التاريخي لينا واضح جدا المجاملات التحكيميه معاه، زي اللي شفناه في ماتش طنطا وماتش وادي دجله الاخير اللي خلاهم ياخدوا نقطه غير مستحقه على الاطلاق. وبرضه الاهلي ما اشتكاش كعاده الكبار اللي بيكونوا مركزين في شغلهم وبس، فما يجيليش مدرب مع احترامي ليه اسمه ميدو علشان اتظلم من التحكيم في ماتش ضد الزمالك يطلع بعد الماتش ويصرح ويقول لامتى المجاملات التحكيميه للاهلي والزمالك، ويجيب سيره الاهلي بدون اي داعي او حق او سبب. يا ميدو
انا مش شايف اي سبب انك تجيب سيرة الاهلي في المجاملات التحكيمية غير انك خايف انك تصطدم مع الزمالك او مرتضى منصور. لو خايف تصطدم معاه وتقول ان الزمالك بس اللي بيتجامل بالتحكيم، يبقى ما تصطدمش اصلا، ما تجيبش سيرتنا، ما تجيبش سيرة الاهلي في حاجة هو مش طرف فيها. يا ريت نرتقي شوية. لو عجبتكم الحلقة يا ريت ما تنسوش اللايك وشير في الخير علشان توصل لأكبر عدد من الناس، وسبسكرايب في القناة لو انت جديد علشان تشوف كل حاجة أول بأول، ولايك لصفحة البرنامج على الفيسبوك. ولو عايز تضيفني شخصيا على أي سوشيال ميديا هتلاقي اكونتاتي الشخصية في صندوق الديسكريبشن تحت. وبس، كان معاكم هيما تيوب، وما تنسوش انشروا الإيجابية. سلام.